هنعمل ايس كريم مانجا خطير من غير الوان ولا نكهات ولا مواد حافظه، من غير مكنه ايس كريم، وهيطلع معاكي طعمه يجنن. بس الاول اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو لو عجبك، واشتركي وفعلي زر الجرس لو لسه مش مشتركه. هنجيب المانجا نغسلها ونفرزها عشان تتجمد، عايزينها مجمده. بعد ما تتجمد هتطلعيها تقشريها وتقطعيها. بعد كده هتجيبي الخلاط او الكبه، بس تاكدي ان هما نضاف ما فيهمش اي روايح نفاذه. هتحطي المانجا، دول مانجتين كبار، هنحط عليهم نص كوبايه لبن بودره، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه كريم شانتيه خام غير محلى. واضربي كويس جدا لحد ما الخليط يبقى ناعم كده وكريمي ما فيهوش اي تكتلات. بعد كده حطيها في علبه تلاجة ودخليها الفريزر 5 او 6 ساعات، ويستحسن تسيبيها يوم كامل عشان تتجمد كويس. بعد كده هتجيبي بقى البسكوت بتاع الايس كريم ده من عند اي حد بيبيع مستلزمات حلويات، هتلاقي عنده البسكوت الواحده بجنيه، يعني رخيص جدا ومتوفر. او بقى تحطي في بولات الايس كريم وزينيه بقى لو عندك صوصات مكسرات، اي حاجه تزيني بيها، وهيبقى معاكي احلى ايس كريم في